الامتحانات على أبواب، والطلاب بدأوا يخافون ويقلقون، وبدأوا يفكرون أن الوقت ضيق وما بقى شي على حلمهم، والخوف والقلق اللي انتوا بيه راح يسبب لكم الفشل بحياتكم. تفكيركم بالامتحان ما راح يخليه يتأخر، راح يخليك تدرس زين؟ لا، هو راح يعطلك. راح يخليك تتحفز؟ لا، هو راح يحطمك. التفكير بالامتحان هو شي بالمستقبل، حتى إن كان بعد ساعة هو ما زال بالمستقبل. افصل نفسك عن الماضي والمستقبل، عيش اللحظة اللي انت بيها. اكو امور صغيرة ما ملاحظيها اغلبنا. اول شي، انت ليش تدرس؟ الاغلبية يفكرون بمصالح شخصية، انه اني ادرس حتى اتعين وغيرها. احنا بحاجة لتغيير النية باكملها. اني جاي ادرس على مود افوت الكلية اللي احبها واتطور من خلالها وافيد مجتمعي وبلدي لو بامس الحاجة ليد العون. انت اخلق الابداع لانك فعلا مبدع. والامر الاخر، اسأل نفسك، اني ليش ادرس هالكتاب؟ طيب ليش ألفوا هالكتاب؟ ابحث عن المعلومات اللي بالكتاب، لا بس تدرخ دون فهم واستيعاب. خلي عندك إيمان ببلوغ الغاية والهدف. عمرك هو وقتك، إياك تضيع فترة الامتحانات بالكسل والخمول. معظم الناس يحاولون مثل ما أنتوا حاولتوا، قريتوا، تعبتوا، لكن بعدها يستسلمون. إياكم تستسلمون لفترة الامتحانات. كونوا أبطال وانزع كلمة راحة من حياتك. كافح حتى تنجح ولا ترحم روحك. الناس الناجحين بحياتهم هم يدورون على التعب الشاق للوصول للقمة. التعب اللي تمر به هسه مؤقت، لكن النجاح دائم. نعم لهدفك، نعم لأحلامك. تحياتي، كادر برنامج رحلتي في السادس.